وخلاها يعني مش لا ممليه ولا هي يعني متمسحه كده، متمسحه كده. ده تقريبا 1 جرام، المعلقه الصغيره بتاعت الشاي ده تقريبا بيبقى 1 جرام. بنبدا ان انا نبوش ال1 جرام دول في لتر الميه ونديهم الحمام يشرب. طب الحمام ما هوش عايز يشرب. الحمام ان انا نبدا ان انا النص العبوه دوت او نص الكميه ديت اللي هو نص السنتي، ان انا نص الجرام، ان انا نبدا ان انا نبوشه في سرنجه في شويه ميه، نص سرنجه الميه، ونبدا نسحبه تاني ونبدا ان انا نديه الحمام مباشر في بقه. ان شاء الله الحمام بتاعنا هيبقى تمام التمام. ممكن نعالج ايه بشري؟ ممكن في يا جماعه المايكوستاتين. المايكوستاتين ده برضو قطره بشري، قطره بشري ان انا بنجيبها من الصيدليه، وان انا برضو بنقطر للحمام في بقه 5 نقط، 5 نقط من القطره ديت، وان انا نبدا نقطر الحمام في بقه. ان شاء الله مرض البكتيريا المائيه ديت او المرض المائي دوت اللي هو المرض الكنكر المائي دون، ان شاء الله هيشفى الحمام تماما، ومش هتلاقي عندك امتلاء في الحوصله من الهواء تاني او من الميه تاني لو اتبعت الاشياء اللي انا بقولها لك. طبعا الاشياء اللي انا بقولها لك ديت عن تجارب، واحنا مجربين الكلام دون تمام التمام. طب ندي الجرعات دي ازاي يا جماعه؟ طبعا هندي كل 24 ساعة، او ان انا ندي اللي هو المرض قصدي ما هندي امريزول بشري شراب برضو 1 سم كل 24 ساعة مدة 5 ايام، يعني امريزول، وندي القطرة المايكوستاتين، واننا ندي برضو الكنكر كور بطري. لو انا هنعالج بحاجة من الثلاثة دولت يبقى انا ندي الامريزول بشري كل 1 سم كل 24 ساعة مدة 5 ايام، والمايكوستاتين برضو ان انا هندي كل 5 نقط كل 24 ساعة. وان شاء الله مش هتلاقي اي حاجة عندك خالص. طبعا انا قلت لكم على الكانكر كور بيطري ان احنا هنعالج بيه ازاي. ان انا طبعا لو ما عنديش حمام جماعي يبقى انا هنعالج فردي. فان شاء الله المرض دوت مش هيجي لي عندي تاني في الغية. ويا ريت تكونوا خدت بالكم من المعلومات يا جماعة، وان شاء الله مش هتلاقي امراض عندك تاني. يا ريت تدعمونا بلايك، ما تغبوش علينا بلايك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.